الزمالك ودي كداهية وعك يانيك فيريرا اللي يعني ما شاء الله سلاسل العك بتاعته مش عايزة تتقطع. انت الماتش ده ماتش افريقي، انت كسبان 6-0 في الذهاب، عندك العودة انت محتاج تجهز لعيبة. عندك بره احمد حمدي ما جهزتوش. الماتش نفسه مفيش اي جملة انت بتنفذها عشان خاطر تستفيد منها. يعني الماتش ما فيهوش اي كلام فني يتقال، لان مفيش مدير فني، مفيش جمل فنية، مفيش اي حاجة تتقال. عك. الونش هي الطويله بتاع كل ماتش. ما اعرفش على ليله ايه، يعني انت مضغوط عليك عشان تلعب طويله؟ لا. طب انت رجليك مظبوطه عشان تلعب طويله؟ برضه لا. روح برضه يلعب الطويله وتتقطع. شيكو بنزا نزل في اخر الماتش عمل شويه شغل كده، بس محدش بيبصيله برضه. يعني انا مش فاهم مبصلوش ليه، يعني هو الوحيد فيكم اللي بيفهم. يعني مبصلوش ليه؟ بادئ لي بمحمد السيد. طب هو محمد السيد انت عارف ان هو مش هيجدد. انت كمدرب مش مشكلتك، بس ده مش مارادونا يا جماعه. يعني ما هو لعيب عادي برضه. تروح تديله ضربة الجزاء، الجمهور بيشتمه، تديله ضربة الجزاء، بتعاند مين؟ طب ما الجمهور هيشتمه برضه حتى لو كان جابها. طبعا مش المفروض ان الجمهور يقعد يضغط على لعيب، لانه هو كده كده مش هيجدد لك، خلاص القصة منتهية. وبعدين ده يعني ما هوش مارادونا عشان خاطر احنا نبقى متمسكين ان لا لا محمد السيد لازم يجدد. مش يعني الموهبة الصاعدة الواعدة عادي يعني. يعني لعيب عادي. انا مش شايف له حاجة كبيرة قوي يعني محمد السيد ده. سيف جعفر بيتمشى مش بيلعب كورة. يعني بدأ الشوط الأول يعني يشتغل شوية، وبعد كده تحس إنه بيسرح بينام. لا يصلح. فتوح طبعا يعني لعيب حريف، بس هو مش عايز يلعب كورة. عمر جابر لعيب جد، هو بيلعب جد إنما ما عندوش كورة برضو. 20 أوفر يعمل منهم أوفر صح. مين اللي جاب بقى؟ المعلم اللي اسمه شيكوبانزا. شيكوبانزا ده نازل يتمنظر، عايز يلبس لعيب كوبري. عايز بيعمل سبرنتات غريبة. أنا ما شفتش حد بيعمل سبرنت يطلع بالكورة بره، اللي هو مش عارف ان نهاية الخط اوت حد يقول له. باختصار كده ماتش الزمالك اللي فات ده، او ماتشات الزمالك مؤخرا يعني بقت الميزة الوحيدة فيها ان الواحد طول ما قاعد بيستغفر بس.